نشرت فيديو أتحدث فيه عن التوبة وعن كيف يستطيع الإنسان أن يبيض مستقبله بالأعمال الصالحة، حتى تفاجأت من تعليق هذا الشخص. سير على الله. دعوني أوضح الأمر بدقة. وكيف فكر هذا الشخص؟ عوض أن يتأمل النصيحة ويستفيد منها لنفسه، ترك الموضوع الديني كله جانبا ولم يركز سوى على خريطة المغرب الكاملة التي تزين شعار القناة. هنا يظهر التناقض الفضيح، فالرجل يدخل في ثوب الواعظ المتحدث عن الأخلاق والصفاء، وفي نفس اللحظة ينفث سمومه ويكتب تعليقا مليئا بالحقد والطعن في مغربية الصحراء، مطبلا للخطاب الهرجوي المأجور الذي يملى عليه من الخلف. يعد الناس بالفضيلة ويمارس عكسها تماما، فالصحراء مغربية كانت وستبقى راسخة في مغربيتها من طنجة إلى القويرة، حقيقة ثابتة في الأرض لا تهزها أوهام الانفصال ولا تعليقات الحاقدين خلف الشاشات. مؤسف جدا عندما نجد أن هناك مرضى نفسيين ومعطوبين اجتماعيين يتقاسمون معنا هذا الفضاء، ولكن مع الكوتش أحمد لا مجال للالتفات إلى الوراء والانتباه إلى مثل هذه الميكروبات الاجتماعية. فيا صديقي، وقبل أن تتعب نفسك في البحث عن تبييض مستقبل غيرك وتوجيه الناس بأشياء أنت أول من يخالفها، اذهب أولا ونقي عقلك المسير وسريرتك من هذا الحقد الدفين تجاه وحدة وطني، وسير على الله.